أكيد كتير من السادة المشاهدين بيتابعوا موضوع الثانوية العامة، لأن الثانوية العامة دي موضوع ليه تاريخ كبير ودايما حديث ذو شجون الحقيقة. لكن أما اتقال الثانوية العامة سنة واحدة بدأ الأمر وكأنه خلاص يعني اتقرر هذا الكلام، لكن احنا لسه أكيد عايزين نعرف مزيد من التفاصيل. وبيسعدنا أن يكون معانا على الهواء مباشرة معالي وزير التربية والتعليم السيد جمال العربي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. موضوع الثانويه العامه حقيقه انه بقى سنه واحده ايه؟ يعني هو المجلس ان شاء الله لو صوت تصويت نهائي عليه في جلسه بكره او بعد بكره هيرفع طبعا المجلس العسكري يصدر بيه قرار. ولو صدر بيه قرار فطبعا انا بعلن ان كوزاره التربيه والتعليم هنفذ طبعا. ولكن هو بس عايز اوضح حاجات قبل ما اقول ان انا هنفذ ازاي. مهم عندي ان انا ابين للناس ان انا ليه اعترضت في مجلس الشعب على التطبيق العام القادم من ان انا اطبق العام بعد القادم. الهدف كله ان انا يعني حضرتك يا فندم موافق على المبدأ، ولكن لكن معترض على التوقيت. بالظبط، لكن المبدأ حضرتك موافق عليه. وهذا ما اعلنته في المجلس في اول كلمه، انني ليس لدي مانع اطلاقا، بالعكس انا موافق على لان دي كانت خطه الوزاره من قبل مجلس الشعب ما يفكر في هذا الموضوع. وعندما استدعينا لمجلس الشعب قلت ان احنا يعني استشعرنا هذا بالنسبه للمواطن المصري، وان احنا من شهرين بنعد مشروع جديد للثانويه العامه. فاذا هذا المشروع الجديد انا اردت ان اعالج به سلبيات كثيره. فكوني هعالج سلبيات يبقى انا مش ما بقتش القضيه في السنه والسنتين فقط. انا عايز اطلع بشويه يعني بحزمه من الحلول لبعض المشاكل في شكل مشروع متكامل، منها تطوير المنهج، ومنها تطوير نظام الثانويه العامه، ومنها تطوير نظام الامتحانات. جميل. الثلاث حاجات دولت هيحتاجوا الى تدريب معلم. يبقى انا يعني 4 عناصر مهمه بالنسبه لي. انا لا استطيع في الفتره المتبقيه من الان حتى شهر 9 ان انجز ال4 عناصر دول. النظام اصبح ملامحه واضحه، والنهارده كان عندي في وزاره التربيه والتعليم مجموعه من خبراء التربيه والتعليم المحترمين جدا في مصر بيناقشوا هذا المشروع. كان لهم بعض الملاحظات وابدوا انهم ياخدوا المشروع يدرسوه للاسبوع القادم عشان يبدوا رايهم فيه. فهو ده المهم، ان انا النهارده لما يتم مشروع دراسه في وزاره التربيه والتعليم يجب ان اعرض على الخبراء، ثم بعد الخبراء اعرض على المعلمين، ثم بعد المعلمين يبقى اولياء الامور والطلاب، وبعدين المفكرين في المجتمع. فعمليه التغيير اذا ما تتبعتش كل المراحل اللي انا قلتها دي هيرفضها المجتمع، لان المجتمع مش مقتنع بالفلسفه. يبقى اذا انا بدل مواجه المجتمع بتغيير مفاجئ كان لابد ان انا امهد لهذا التغيير. تمام. فاللي حاصل النهارده لو اتوافق على القرار في مجلس الشعب فانا مضطر انفذه، بس هنفذه ايه؟ على المناهج القديمه زي ما هي، على النظام القديم زي ما هو. كل ما في الامر ان السنتين امتحان اللي هم 4 مرحلتين تبقى مرحله واحده بس. تمام. يبقى انا لم اقدم جديد غير هذا الحل. طب ما تخلينا مع الوزير عشان نشرك الساده المشاهدين معانا، نتكلم على ملامح المشروع نفسه عشان نفهم الملامح بتاع المشروع واسس التطوير. بالطبع هو يعني اولا المشروع بمنتهى البساطه احنا بدانا نفكر في الاتي: لماذا لا تكون الثانويه العامه مرحله منتهيه مؤهله لسوق العمل؟ ده كان صحيح. الفكره الاولانيه. ومن اراد ان يستكمل مباشره له الحق ان يستكمل، ومن اراد ان ينقطع قليلا ثم يعود الى النظام مره اخرى يبقى يستطيع. فده كانت الفكره العامه. اذا ما دمت بفكر في ان الثانويه العامه تبقى سنه منتهيه وان ممكن تخرج الى سوق العمل، يبقى كان لابد من الصف الاول والثاني والثالث الثانوي ندرس او ندرس للطلاب ناحيه تقنيه، ناحيه مهنيه، بحيث يخرج الطالب وعنده هذه النواحي المهنيه. من اجل ذلك ادخلت تكنولوجيا الصناعه وتكنولوجيا الزراعه وتكنولوجيا اداره الاعمال. هذه المواد سيدرسها الطالب، صحيح انه مش هيمتحن فيها في ثانويه عامه، ولكن هي تؤهله بالطبع الى سوق العمل. في نفس الوقت قررنا ان احنا مثلا نقول ما دام الطالب هيخرج او لسوق العمل يبقى لابد ان يكون عنده قدره على التفكير لحل مشاكله فيما بعد، فهنحط ماده اسمها مهارات التفكير. وفي نفس الوقت التكنولوجيا، يبقى انا بدرس له ديت على اساس انه لما يخرج يبقى عنده قدره على التفكير وهذا الامر موجود في الفلسفه عندنا، احنا مش جديد علينا. هي مهارات التفكير مقصود بها البرين ستورمينج يعني؟ بالظبط يعني عمليه العصف الذهني وترتيب الافكار زي ما حضرتك بتقولي كده، وترتيب افكار واستنتاج والتحليل. كل الكلام ده لابد ان يتعلمه الطالب اللي هيخرج لسوق العمل عشان يواجه مجتمع. فقلنا ان احنا بنفكر ان احنا نعلمه هذا في مناهجنا. في نفس الوقت انا عندي مناهج تم اعداد الاطار العام لها وسيتم تطويرها، ولكن لا استطيع تطويرها في الفتره المتبقيه، فهي هتاخد عام قادم على الاقل. ففي خلال هذا العام هقدر احط المناهج الجديده او الكتب الجديده طبقا للمواصفات التي وضعت وتم تحكيمها في الفتره السابقه. الفتره اللي فاتت ديت احنا حكمنا المناهج بتاعتنا
والحمد لله اجيزت هذه المناهج. فاذا انا عايز اطرح هذه الكتب للتاليف وبعدين ابدا احكم الكتب اللي هتجيني وابدا عمليه طباعه، هذا الامر لا يستغرق اقل من سنه. طيب يبقى انا لما احل مشكله المنهج دلوقتي وفي نفس الوقت حليت مشكله النظام، وبعدين انا لما اجهز نفسي الكتب اللي انا طبعتها للعام القادم استهلكها كما هي الان في العام القادم، ويبقى بعد كتب جديده للمرحله الجديده. لو ان انا التزمت النهارده بالقرار المجلس الشعبي وصدر القانون تعديل القانون 139، فانا في الحاله دي هطبق نظام الثانويه العامه على النظام القديم، على المناهج القديمه، على الكتب القديمه. وارجع في السنه اللي بعدها اطبق نفس النظام على المناهج الجديده على كتب جديده. فايه الداعي انا مستعجل ليه؟ ليه ما اخرجش بالباكج على بعضه انا كده؟ عايزين اجابه السؤال ده. ايه الفكره ان احنا بنتكلم بقالنا سنوات ليه في مجلس الشعب فجاه دلوقتي؟ يعني دلوقتي ايه اللي ورا ده؟ مجلس الشعب بيرى ان ديت حل لمشكله الدروس الخصوصيه وحل مشكله الاسره المصريه، وانها يعني ان في 14 مليار جنيه بتدفع في دروس خصوصيه. هذا الرقم غير محسوب يعني بس بدقة. حتى لو معاه حق في دي، بس فعلا فكره ان مفيش حاجه هتتعمل بين يوم وليله، اكيد كان في فكره وهي تتعمل بالظبط. هبه تتعمل صح ما لا تتعملش بالظبط. آه. ان انا قلت في مجلس الشعب، قلت ان انا اقدم عمل مبتور ولا اقدم عمل صحيح. متكامل. صحيح. فاذا قدمناه بشكل متكامل ده كان افضل بالنسبه لي. ولكن برضو مره ثانيه بعلن فرضا ان القرار صدر، هل انا املك ان انا اقول مش هنفذه؟ لا، هنفذه، لان انا عندي الاليات لتنفيذه، بس بدون تجديد وابتكار. بدون تجديد وابتكار، في نفس الوقت باهدار بعض الاموال. طب معالي الوزير، بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويعني بعض المواقع بتاعه الصحف المختلفه تنقلت من امبارح كده سامعين خبر ان احد اعضاء مجلس الشعب جمع 20 توقيع لاعاده دراسه الموضوع مره اخرى. يعني أنا مش محيط علما بهذا الموضوع، لكن برضو أنا قريت عناوينه في الصحف النهاردة، لكن ما أعرفش إذا كان ده هيتم ولا لا. ولكن بس أنا برضو عايز أقول الناس تهون على نفسها، إن إحنا إذا اضطررنا للتنفيذ هننفذ، لأن إحنا مش هنعادي إرادة الجماهير، يعني إرادة مجلس الشعب. ولكن أنا كنت أطمع إن أنا أقدم مشروع متكامل بس. وحضرتك شرحت وجهة نظرك كاملة في المجلس؟ في المجلس قلت هذا الكلام، ولكن لما خدوا التصويت مبدئيا فالناس وافقت من حيث المبدأ. فبس انت حضرتك بتسالني بقى عن الشكل العام للثانويه العامه، فبستكمل معاك الموضوع. اتفضل. فيبدا بقى في اولى ادرس مواد عامه لكل الطلاب. تمام. ننتقل الى وخلاص، وتبقى على فصلين دراسيين، بعضها تدرس في الفصل الاول بعضها تدرس في الفصل الثاني، وينتهي الطلاب من ذلك. لما نخش ثانيه ناخد بنظام التشعيب الاولي، بمعنى ان انا انشئ علمي وادبي، مرحله علمي ومرحله ادبي. العلمي يدرس جميع المواد العلميه، يعني الاحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات. والادبي هيدرس جميع المواد الادبيه زي الجغرافيا والتاريخ والفلسفه والفلسفه المنطق وعلم النفس. يبقى اذا درس دول ودول درسوا دول. لما ناخد هذه الاشياء بالاضافه الى طبعا اللغه العربيه، اللغه الاجنبيه الاولى، اللغه الاجنبيه الثانيه، الرياضيات، يبقى كده عندي 8 مواد هنا و8 مواد هنا. لما ينتقل الى مرحله الصف الثالث الثانوي يبدا تشعيب نهائي بقى. هذا التشعيب النهائي مؤداه ايه؟ ان العلم ينقسم 2، رياضه وعلوم. تختار مجموعه عشان تؤهلك لمجموعات الكليات العلميه، وتختار مجموعه عشان تؤهلك لكليات الهندسه والكليات التكنولوجيه. هذه المواد هي الرياضيات والعلوم. العلوم هتؤدي لكليات الطب والصيدله وما الى ذلك، والهندسه طبعا الرياضيات تؤدي للهندسه وما الى ذلك. يبقى دول القسمين. نروح بقى الادبي، هنلاقي قسمين جداد، الاداب والفنون، وقسم الاخر هو اداره الاعمال، وده جديد علينا في الثانويه العامه. صحيح، ده الجديد، اداره الاعمال. والا كان هيبقى احنا رجعنا لنفس النظام القديم بدون تغيير. خلاص، يبقى احنا بنقدم بقى اداره الاعمال لاول مره. طيب من هنا بالاضافه بقى لان المواد اللي انا قلت عليها، بعض المواد ديت زي التربيه الدينيه، زي التربيه الوطنيه اللي هندرسها، زي المواد التكنولوجيه اللي انا قلت تكنولوجيا الصناعه وتكنولوجيا الزراعه وما الى ذلك، مهارات التفكير. هذه المواد هنمتحنها على مستوى المدرسه. يعني احنا بنفكر ان احنا نمتحن هذه المواد على مستوى، ما يبقاش امتحان قومي، يبقى الامتحان القومي في المواد الاساسيه فقط. وبالتالي يبقى انا كده خففت العبء، لان الطالب لما داخل يمتحن مش داخل يمتحن وهو عنده لغه عربيه ودين وتربيه وطنيه. انت عارف امتحان الثانويه العامه طبعا كل ده التربيه الوطنيه، الدين، التكنولوجيا، المواد الفنيه، كل ده هتمتحن على مستوى المدرسه. يبقى الطالب هيخش يمتحن ايه؟ هيمتحن المواد الاساسيه، العربي، لغه اجنبيه اولى، لغه اجنبيه ثانيه، مش عايز اقول انجليزي وفرنساوي عشان ما تبقاش كده، العربي واللغه الاجنبيه الاولى واللغه الاجنبيه الثانيه، وبعدين المواد اللي هو مختارها بقى، ان كانت احياء، ان كانت كيمياء، ان كانت فيزياء ورياضيات وهكذا. المواد ديت هو دي اللي هيمتحن فيها الطالب، وياخد مجموعه، يطلع المجموع قدامه عشان يلتحق بالجامعه. يجي يلتحق بالجامعه قدامنا النظام من 2 اللي احنا عارضينه دلوقتي وبنناقشه مع الخبراء.
ان انا بدل ما اقول للولد خش امتحن امتحان قدرات، وده اللي كان موجود في المشروع القديم، امتحان قدرات، طب انا هكلف الاسره امتحان تاني، وهكلف الاسره دروس خصوصيه مره اخرى، وهدرس الطالب مذاكره مره تانية، امتحان قدرات. لا، انا قلت خلاص مفيش قدرات، احنا نعمل ايه؟ اذا كنت هتخش كليه طب مثلا، ايه المواد اللي مطلوبه في كليه الطب؟ مطلوب الاحياء ومطلوب الكيمياء. تمام، هم دول المادتين المميزتين لكليه الطب. ففي الحاله ديت اما ان احنا نقيس الاول الطلاب على مجموع المادتين دولت، ثم ينظر الى المجموع الكلي بعد ذلك. بمعنى اللي جايب 50 من 50 في كل منهما، وبعدين اذا افترضنا ان انا وانت تساوينا، انت جايب 50 من 50 وانا جايب 50 من 50، يبقى نبص للمجموع اللي اقل منه اللي هو ايه بقى؟ المجموع العام. يبقى التمييز الاول على اساس المادتين المؤهلتين، ثم ينظر الى المجموع العام. هتقول لي طب ايه فايدته؟ اقول لك لان قد يكون اللي جايب 50 من 50 ده ولد جايب اقل من مجموع ب 10 درجات، من المجموع الكلي ب 10 درجات. في الحاله دي يبقى هو مميز الاول، ما لم يتساوى معه احد فننظر للفرق في المجموع. يبقى دي طريقه. واحد قال لك جايز تبقى الطريقه مجحفه شويه بالزبط. طب نعمل ايه؟ قال والله احنا نضيف كاننا عملنا امتحان قدرات، وكان الطالب خد الدرجه دي مره ثانيه، فنضيفها مره ثانيه الى المجموع لتكون مجموعا اعتباريا. هذا الكلام هو اللي ما نناقشه الآن، محل دراسة يعني. محل دراسة مع وزارة التعليم العالي، لنقرره ونبحثه مع شرائح المجموعة المختلفة عشان نشوف هل هتحقق لنا العدالة ولا لا. يبقى في الحالة ديت انت هتخش كلية الطب، يبقى يضاف لك مادة الأحياء ومادة الكيمياء مرة تانية إلى المجموعة. يعني انت مجموعك مثلا من 400 وانت جايب 398 مثلا، المادتين دول انت واخد فيهم 50 من 50، يبقى اضاف لك 100 تبقى 498. ده مجموع اعتباري. خلاص. واحد هيخش اداب يبقى يتعامل مع مش عارف الانجليزي واللغه العربيه، واحد هيخش مش عارف كليه هندسه يبقى يتعامل مع الرياضيات ومثلا انا افترض والاحصاء. يبقى كل كليه لها مواصفات، كل كليه هتحدد المواد المؤهله لها اللي على اساسها يعتبر المجموع يضاف مره ثانيه عشان تعلي لك هذا المجموع بالتخصص اللي انت بتطلبه. تمام. يبقى في الحاله ديت هذا النظام مش مخترع برضه، النظام ده ماخوذ بيه في كليات الطب. لما تيجي تتخصص في كليه الطب يحط لك المواد اللي انت عايز تتخصص فيها يضيفها تاني للمجموعه عشان يصنف الطلاب على هذا الاساس. يبقى انا عافيت الطالب من انه يعمل امتحان قدرات مره ثانيه، عافيت الاسره من انها تدي دروس، عافيت الزمن الفتره الزمنيه من ان يتكرر فيها سنه زياده في الثانويه العامه وما الى ذلك. برضه نرجع نقول هذا الكلام كله ما زال محل الدراسة ولم تنتهي الدراسة منه، وبالتالي إذا كان حتى المشروع لم تنتهي الدراسة فكيف يمكن التطبيق في العمل؟ طب انت حضرتك بتقول كلام يعني أي عقل وأي منصف وأي حد بيفكر بفكر متحضر فكر معتدل يقول لا، ما دام احنا لسه الدراسات ولسه بنتكلم وشهر 9 بقى له 3-4 شهور، ازاي ننفذ؟ ما هي يعني ماشي مع كل التقدير والاحترام لمجلس الشعب على عيني وعلى راسي، بس دي مصائر ناس وبيوت كتيرة وفي رأي علمي يجب أن يوضع في الحسبان. يعني فاحنا يعني عاوزين نفكر بالعقل، مش هي أغلبية، لا مع احترامي للأغلبية لكن في منطق وفي مصالح ناس. طب معالي الوزير بالنسبة لامتحانات القدرات اللي كانت بتجرى قبل كده مثلا لكليات مؤهلة زي مثلا كليات الفنون الجميلة كانت بتعمل امتحانات قدرات معينة، برضه هتجرى في المدارس برضه معمول حسابها ولا لسه؟ يعني انا اللي انا اعرفه ان هذه الكليات من فترة لغت امتحاناتها، ما بقتش تعمل هذا الامتحان وبتعمل الامتحان داخل الكلية بعد كده. فهذه الكليات يعني بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي هنحط الضوابط لكل هذه الكليات. يعني برضه لان المشروع لم ينتهي شكله، لم يكتمل شكله النهائي. هو كل الملامح الاساسيه بانت، ولكن التفاصيل الدقيقه هي اللي موجوده. مين اللي هيخش الدور الثاني، ولو دخل الدور الثاني يعمل ايه، ومين اللي هيعيد السنه، ولو عاد السنه هيعمل ايه، ومين اللي يعني مثلا هيتصنف ازاي بتوع كليه الطب عن كليه الصيدله عن كليه اسنان. مين اللي يحدد الحاجات دي؟ وزاره التعليم العالي. فانا مش عايز اقحم نفسي في هذا الامر دلوقتي. اذا في لجنه مشتركه هتبقى بينكم ان شاء الله. تمام. هو في خطوط عريضه متفقين ولكن التفاصيل لسه ما انتهتش. تمام. هنستاذن حضرتك هنخرج مع تقرير نشوف اراء المواطنين عن الثانويه العامه لسنه واحده. شوف معاكم. وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بعودة الثانوية العامة سنة واحدة في عام 2014، وذلك في نهاية السنة الثالثة للثانوية العامة. هل سيقضي هذا النظام على شبح الثانوية العامة ويصحح المنظومة التعليمية ويحارب الدروس الخصوصية والتسرب من المدارس؟ سؤال طرح على الشارع المصري. لا ما ينفعش سنة واحدة لأن دي المواد كتيرة،
فبتتقسم على 3 سنين. عايزين يعني الطالب يرسى على مبدأ واحد، ولما خلوها سنة طب ما اعباء المدرسين هتزيد علينا اكتر. انا مع الثانويه العامه نظام 3 سنوات، النظام القديم اللي احنا اتعلمنا عليه. ده الثانويه العامه المفروض تبقى سنه. انا مع التعليم الصح، لو الابن اتعلم صح في خلال السنه دي واتنقل الى مرحله الجامعه وبقى عنده علم زائد ان هو يبقى عنده استعداد للجامعه، انا مش مانع عليه. هي ميزه السنه الواحده ان هي هتقلل من الدروس. نظام سنه واحده ما ينفعش، بس كان عيب النظام السنه الواحده زمان. كانت سيادتك بيمتحن مادتين في اليوم، يعني ممكن يبقى عنده كيمياء وانجليزي في يوم واحد. طبعا افضل هي سنه واحده. بعد ما تابعنا هذا التقرير بنواصل حوارنا مع معالي وزير التربيه والتعليم السيد جمال عربي. طبعا هم فعلا المواطنين اكتر حاجه بتشغلهم طبعا هي دروس خصوصيه، وبدل ما استنى نتيجه مرتين استناها مره واحده، لان الثانويه العامه حضرتك عارفه فعلا هي رحله تاريخيه نحن ننفرد بها في مصر الحقيقه. لكن انا مع حضرتك، لان انا برضو كان عندي بنت ثانويه عامه وفاكره مشكله الدروس خصوصيه، لكن انا برضو مع ان التعليم يكون في به الجوده وياخد مرحلته الانتقاليه ان تتم بشكل مظبوط وكويس. انا بس عايز ارجع لحكايه الجامعه وان احنا ما ندخلش فيها. انا على حد معلومه واحده اعرفها، في كليه الاداب قسم الاداب باللغه الانجليزيه هم اللي بيحددوا، بيشترطوا شروط معينه في درجه الانجليزي، وان يكون المستوى الخاص انجليزي مثلا، ما يكونش جغرافي. يعني لو جايب نمره اللي تؤهله دخول القسم، لا لازم كمان المستوى الخاص. يعني اللي كان نفسه يخش ومش عارف المعلومه دي ودخل جغرافيا بيتحرم من دخول الكليه. فانا ما اعرفش هو ده متنافس في كام كليه يعني. ما هو احنا عشان كده بقول ان احنا الحديث مع وزاره التعليم العالي لم ينتهي بعد في وضع هذه الضوابط. اولا احنا هنلغي موضوع المستوى الخاص ده تماما. خلاص بقى في فتره ال 102% و101%، مش عارف انا كان في ايه اللي بيحصل. ده الموضوع ده ينتهي تماما. ولكن احنا انا بس عايز اكد ان انا مع الاسره المصريه في رغبتها في عوده الثانويه سنه، وانا واحد من المؤيدين جدا لهذا الامر. لكن برضو عايز اقول مره ثانيه ان انا كان نفسي اخرج للناس بباكج، يعني بمجموعه كده من يعني تصلح التعليم، مش مجرد ان انا اعالج سنه مش هي قضيه السنه، مش كل حاجه. معالي الوزير كان عند حضرتك اكيد ولاد دخلوا الثانويه العامه مش كده؟ طبعا. ما هو جربتوا معاناتها يعني. استاذنك فاني اعرف حاجه كده. النظام القديم ولا الجديد يا معالي الوزير؟ انا عندي محمد واميره ونوران. محمد محاسب، اميره مهندسه، ونوران صيدلانيه. فالمذيعه في احدى الصحفيات بتتكلم في هل اثر هذا الموضوع على الدروس الخصوصيه، وقلنا انه هيقلل من، اكيد هيبقى له اثر سلبي على الدروس الخصوصيه، يعني بمعنى صح انه هيمنعها يعني. هيأثر بالسلب على الدروس الخصوصيه. فقالت لي انت اولادك بياخدوا درس؟ فقلت لها انا اولادي اتخرجوا، انا بتكلم على ثانويه عامه. فقالت لي لا انت عندك ابن صغير لسه في المدرسه. قلت لها عمر بياخد درس. فتاني يوم نشرت في الجريده ان الوزير كان نفى الاول ورجع كرر. انت بتكلميني على ثانويه، فانا بتكلم على الثانويه. فلما بتقول لي عمر الصغير، اقول لا عمر الصغير في ابتدائي. طب انا مش صحفيه، انا بتكلم في الثانويه العامه. اكيد برضو انا بس عايزه اوصل حاجه للساده المشاهدين، ان احنا بنبقى في موقف المسؤوليه، لكن اولادنا بيكونوا بيمروا بنفس المشاكل اللي ممكن هم يكونوا بيمروا بما فيهم وزير التربيه والتعليم. من غير شك، من غير شك. هو يعني ما هذه القضيه مؤثره على كل الناس. يعني وانا مش مواطن زي كل الناس وعانيت نفس المعاناه. بس خدوا السنتين مش كده؟ خدوا السنتين. كلهم الثلاثه خدوا السنتين. كنت مرتاح حضرتك معاه، وحضرتك في الاصل مدرس كمان. يعني هو حته مرتاح او من عدم، وهذا اصل نظام. انت بتتوافقي مع النظام الموجود. يعني حضرتك لما حطوا الاستوديو في الدور ال27 انت مضطره تطلعي 27، لو حطوه في الدور الثاني برضه هتطلعي الدور الثاني. انا عايز اقول احنا بنتوافق مع ما يفرضه المجتمع. لا هي رساله انا بحاول اوصلها، ان حضرتك مش هتكون يعني الا انك يعني متعاون ومتفاهم، لان مريت لرغبه الاسره المصريه. وعشان كده بدات قبل، يعني انا بدأنا فيها من شهر 1. بس الحقيقه وبقول سر دلوقتي ان اللجان التي اجتمعت من شهر 1 لم تصل الى نتيجه، ووصلت لان الافضل نسيب النظام زي ما هو. وبعدين رجعنا قعدنا التفكير مرة تانية وخططنا النظام الموجود دلوقتي، واستمدينا على فكرة، وبأكد هذا الكلام، استمدينا فكرة الثانوية العامة من دراسات تمت قبل كده في وزارة التربية والتعليم لم تكن قد انتهت. فقلنا نستثمر هذه الدراسات وناخد منها هذا المشروع، وعدلنا او نقحنا هذا المشروع عشان نخرج بيه الآن. طب اسمح لي مع الوزير، احنا لما عملنا نظام الثانوية العامة سنتين، ما هو برضه كان سبقوا دراسات واستقر الخبراء في الوقت دوا ان نظام السنتين افضل
بالنسبه للطالب المصري. يعني انا في حيره، يعني احنا كل مجموعه سنين، ويعني خلي يعني ارجو ان صدرك يتسع ليا، يعني وانا متسع يعني هرد على حضرتك. يعني احنا كل شويه سنين وبنقول نفس الكلام. يعني اسمح لي، ساعه ما طبق نظام الثانويه العامه كان سنتين، برضو السيد الوزير في هذا الوقت، انا مش متذكر اسمه، مش عاوز اقول اسم غلط، يعني تقريبا قال تصريحات مشابهه لكلام حضرتك، ان احنا وجدنا ان هذا النظام افضل للاسره المصريه وللنظام التعليمي. يعني احنا احترنا. تمام. انا هقول لحضرتك، اولا احنا بشر بنتكلم بلغه بشر طبعا، ما بنقولش قرآن، وبالتالي احنا لما بنقول هذا الكلام بنقوله بناء على مدخلات. تمام. واحنا كمان لنا مخرجات. صحيح. فجايز مدخلات العصر اللي اتخذ فيه هذا القرار كان ممكن تكون بتؤدي الى هذه النتيجه، ولكن خد بال حضرتك ان هناك فرق بين التخطيط والتطبيق. تمام. ربما خططنا صح وجينا ننفذ فنفذنا غلط، فازدادت ظاهره الدروس خصوصيه، فلقينا من الافضل اللي احنا بنشوفه دلوقتي العوده الى نظام السنه الواحده حتى نتخلص من الظاهره السلبيه التي لم يحسبها احد، اللي نمت على حساب السنتين اللي هي من ظاهره الدروس الخصوصيه. صحيح. واعتقد ان في دول كتير في العالم توجهت اتجاه مثلا اشتراكي واكتشفت ان هذا الامر لا يصح فتوجهت اتجاه راسمالي. فكنا احنا بشر، فاحنا بنقدر ما لدينا من معلومات. تمام. وليست ربما الرؤيه المستقبليه لا تكون واضحه جيدا. طب في حاجه مخوفانا مع الوزير. انت حضرتك من شويه قلت ان احنا عرضنا وجهه نظرنا في مجلس الشعب وقلنا ان احنا مش مختلفين على المبدا ولكن التوقيت. تمام. ولكن برغم ذلك مجلس الشعب الموقر اصر على قراره وكان في اغلبيه. طب ما احنا دلوقتي في رعب من حكايه الاغلبيه. دلوقتي انا سمعنا ان في احد اعضاء مجلس الشعب طلع بتصريح برضو على حكايه اللغات الاجنبيه وصار لغط كتير جدا على الموضوع ده. فهيكون موقفكم ايه؟ يعني لو خدوا تصويت ان التدريس باللغه الاجنبيه او منعها او تحجيمها، انتوا هتتحفظوا وبعدين نوافق عشان هو مجلس الشعب اللي هو بيمثل الشعب المصري؟ هم انا اعتقد مصرين عليه هو يعني. لا اعتقد ان الموضوع تحفظ السيد عضو مجلس الشعب في الوقت ده، لانه كنا بنناقش تعديل بند في المعونه الامريكيه. فهو كان له وجهه نظر ان هذه المعونه مشترطه تدريس اللغه الانجليزيه، وهو كان بيرى ان ده فنلغي اللغه الانجليزيه عشان ما يسيطروش علينا. لكن رغم كده الاعضاء لم يقتنعوا بهذا الكلام. فاحنا في وقت حريه الراي مكفوله لكل مواطن، ولكن ان يقتنع الاخرين بها ده موضوع ثاني. فانا اعتقد ان المجلس ما اقتنعش بها ولم يقر هذا الامر، بل بالعكس وقف بعض الاعضاء وحاجوا هم هذا الامر قبل احنا ما نحج هذا الامر. انما مشروع الثانويه العامه انا شايف عليه اجماع، وده بيخليني اقول ربما وجهه نظر انا اللي مش سليمه. ليه لا؟ انا ما اخدش بكلام مجلس الشعب، لان الناس هؤلاء اعضاء مجلس الشعب لا شك انهم يمثلون طوائف عديده من الشعب، وان هم جايين منتخبين من قبل الشعب، وانهم لابد انهم بيرفعوا صوت الشعب لنا. فكون ان انا ابصرهم بامر واقول والله ان انا معاكم في هذا القرار، ولكن انا برجو التاجيل علشان كذا كذا، فاذا لم يقتنعوا بهذا الفكر انا لازم احترم هذا. وده الفرق بين مؤسسيه القرار وشخصنه القرار. صحيح. انا مش باخد القرار انه شخص جمال العربي. انا بتكلم بوجهه نظر مؤسسه تعليميه. صحيح. فبعرض رايي في مؤسسه تشريعيه، بقول يا جماعه وجهه النظر كذا كذا، فاذا هم اقروا ذلك انا كمؤسسه لازم انفذ، لان انا خاضع لما يقرر في مجلس الشعب. لعل مراجعه الموضوع واللي قريناه في الجرايد ان في اعاده النظر من قبل المجلس نفسه بالزبط. في هذا الموضوع يكون يعني بادره خير، وان احنا فعلا نصل للحل. احنا مش عاوزين غير الحل السليم اللي يعني يرتفع بالعمليه التعليميه وفي نفس الوقت يحافظ على مصلحه اولادنا والجيل اللي احنا بنتمنى انه يكون افضل مننا ان شاء الله. من غير شك. يعني انا برضو كلنا ما هو برضو وجهه النظر، انا قد اختلف مع حضرتك وحضرتك تختلف معايا، ولكن احنا الاثنين لنا وجهه نظر في الاصلاح. انما المشكله ان انت مش بتهديني وانا مش بهدك، هو ده اللي مش الصراع اللي بيني وبينك. صحيح. انما احنا الاثنين لنا وجهه نظر في الاصلاح. نقف عندها طبعا. فلازم لابد نقف عند النقطه دي، ان هم عايزين الاصلاح وانا عايز الاصلاح. فهم الاصلاح من وجهه نظرهم عند نقطه معينه، وانا من وجهه نظري ان انا اخد الموضوع كشامل. فاذا عرضت فكري ولم يقبل فانا مش زعلان من الحكايه دي، وده اللي خليني بشكل ديمقراطي اقبل ما يفرضه عليا مجلس الشعب. هل فعلا هيكون في فتره 5 سنوات بعد الحصول على الثانويه العامه للالتحاق بالجامعه، مش زي المعتاد ان احنا نتخرج نقوم مقدمين الورق على طول؟ ولا دي ايه برضه؟ لا ارجو ان الناس ما يفهموهاش غلط. احنا كنا بنلاحظ ان في فئه من الناس لا تستطيع استكمال الجامعه مباشره. ايوه صحيح. فاذا خرجت للسوق لما تحب ترجع الجامعه تاني لسوق العمل يعني، فترجع تاني فيقولوا لها لا الثانويه العامه لا تصلح. صحيح.
فاحنا بندي هذه الفئه من الناس صلاحيه التقدم للجامعه خلال 5 سنوات، اما الطالب العادي يستمر زي ما هو عاوز. تمام. يعني تم الموافقه عليها ولا هي من ضمن برضو الحاجات لا، ما هي دي الماده 29 اللي المفروض انها اتناقشت يوم الاثنين اللي فات في مجلس الشعب، بس انا الحقيقه ما كنتش موجود، فتم الموافقه عليها على 5 سنوات فعلا. اللي انا عايز اقوله انها مش فرض ان كل واحد خد الثانويه لازم ينتظر 5 سنوات برضه، عشان اوضح ده للناس. ولكن هو ممكن يلتحق في السنه التاليه، تخفيف على فئه، او ممكن يخرج لسوق العمل، او ممكن يكون مريض، او يمكن يكون عنده ظرف فيغيب عن الجامعه سنه 2 3 4 ويعود في الخامس فتؤخذ بها. يعني ده موضوع للتخفيف وليس هو شرط. للتخفيف على من يخرج من. طب معالي الوزير، انا بكلم حضرتك دلوقتي على اساس ان حضرتك معلم وتربوي في المقام الاول وقبل ان تكون وزيرا، يعني اتفضل. فأدرى بالمشاكل التعليمية وبمشاكل الطلاب وأهمية تطوير المناهج. طبعا في السنوات الأخيرة ما ننكرش أن كان في شغل في موضوع معايير الجودة وتطوير المناهج. اللي حضرتك شايفه في القريب العاجل، يعني هل هنستطيع فعلا ان معايير الجوده دي نستفيد بيها، وملامح التطوير ده يكون ايه؟ يعني اولادنا بصراحه بيروحوا يعني مثقلين غير اي دوله تاني بالكتب، لدرجه الواحد بيشفق عليهم. يعني في ابتدائي وبشيل كتب كتيره جدا وما بيجمعش، ما بيحصلش منها بصراحه. دي مشكله في الدول العربيه كمان. يعني كنت بتفرج على قناه لبنانيه نفس المشكله بالحرف، مش عارفه الحقيقه ليه. يعني مشاكل التعليم في الوطن العربي كلها تقريبا متشابهه لعلم حضرتك، متشابهه جدا كمان. وانا لما كنت اقعد مع الوزير التونسي، مع الوزير الليبي، مع الوزير الاسبوع الماضي مع الوزير الاردني، لاقي تقريبا ان معظم مشاكلنا هي موجوده، ولكن بتختلف حدتها بس. يعني حضرتك ما بين واحد سخن وواحد عنده حمى درجته 40. احنا متهيألي ال 40 كنت تقيل قوي مع الوزير. يعني احنا عاوزين نديهم المفيد اللي يفيدهم في المرحله يعني المرحله السنيه بتاعت الطالب اللي عنده 8 سنين يتفاعل مع المواد دي كذا، مش كده. تمام. لانه ما بيستفدش. المنهج الجديد راعى النقطه اللي سيادتك بتتكلم فيها، لان اصبح في تكامل بين المواد وبعضها، وبدانا نتكلم النهارده عن منظومه متكامله لتدريس المواد، بمعنى ان قد تدرس في الكيمياء وتدرس في الفيزياء وتدرس في الجغرافيا في نفس الوقت موضوع واحد، وان هذا الموضوع يبقى متكامل. حلو قوي. انا هتكلم مثلا عن الطاقه، هتجد لها في الفيزياء قوانين، وفي الرياضيات تطبيقات، واخد بال حضرتك، وفي الجغرافيا اماكن الطاقه واستخراجها، وفي الاقتصاد ازاي تسوقها. يعني ممكن يبقى المواضيع مكتمله. وعشان كده انا اعتقد ان ده هيخفف شويه من الحده. في نفس الوقت احنا بادئين مشروع عملاق في وزاره التربيه والتعليم، بان احنا نبدا تجهيز المدارس او الطالب نفسه بتابلت او جهاز حاسب لوحي بيقولوا عليه. الحاسب اللوحي ده لو صح استخدامه، لو الفكر اللي احنا بنخطط له تم بالطريقه التي نخطط لها، اعتقد هيعفي الطلاب من مشاكل كتير. لماذا؟ لان هذا الحاسب اللوحي اكبر مهمه له انه يتصفح الكتب عليه، وبالتالي مش هيشيل الشنطه، لانه مجرد ما هيخش على شبكه الانترنت عن طريق الواي فاي، يعني حاجه زي الايباد كده والكلام ده بالظبط. ساعة ما يخش على شبكة الانترنت هيتم تحديث المناهج اوتوماتيك في بداية العام الدراسي. وانا اقدر في الوقت ده اعدل في المناهج في اي وقت، لان مجرد ما يفتح هيحصل عملية. ده كلام جميل وطموح قوي. هل احنا ممكن في بعد قد ايه؟ ممكن. هو هقول لحضرتك على حاجة، احنا لدينا مبلغ من المال، كنا خططنا ان احنا نجهز المدارس الثانوية بنوعية معينة من الحاسبات، والمدارس الاعدادية بنوعية معينة من الحاسبات، والمدارس الابتدائية بنوعية معينة من الحاسبات، وبعدين نجهز الفصول بسبورة مش عارف اللي هي السبورة الذكية وما الى ذلك. فانا جيت قلت احنا ما نوحد فكرنا في جهاز واحد وفي مرحله واحده، وليكن مثلا نخطط للصف الرابع الابتدائي والاول الاعدادي. حلو الكلام. واجيب اجهز الولاد كلهم بجهاز الحاسب اللوحي ده. السنه اللي بعدها هم دول اللي هيتنقلوا ثانيه اعدادي وخمسه ابتدائي، اقوم اجهز رابعه واولى ثاني. السنه اللي بعدها يتنقلوا سته ابتدائي وثالثه اعدادي، يبقى عندي المرحله الاعداديه كلها والثلاث سنوات النهائيه من الابتدائي اتملت كلها هذا الحاسب اللوحي. كلام منطقي. الان نحسب في الوزاره تكلفه هذا الامر، اذا كان المبلغ المتاح لنا هيقدر يغطي ده هنمشي بهذا النظام، اذا كان المبلغ مش هيغطي ده فهنضطر ناخد سنه واحده بس، ولتكن رابعه ابتدائي بس، وننمو معاها، بحيث ان انت بعد مثلا خطه. يعني نقول حاسب الوزاره هتوفر حاسب لكل طالب. حاسب لكل طالب. احنا عشان نخفف العبء المفروض ان الحاسب ده لما ينتج عندنا في التربيه والتعليم، على فكره هننتج جزء منه كبير جدا في التربيه والتعليم، وخط الانتاج ده سبق مصري لبرنامجكم.
هيبقى ان شاء الله خط الانتاج وصل فعلا يوم 15/4 اجزاء منه، وسيتم تجميعه في مدرسه في شبرا الخيمه، وان شاء الله هينتج يعني يوميا كم كبير من الحاسبات اللوحيه ديت اللي هتوزع على المدارس فيما بعد. هذا الجهاز ثمنه هيبقى في حدود ال 500 جنيه. في نفس الوقت وزاره الاتصالات بتعمل مشروع عملاق لنفس السبب. الجهاز اللي ثمنه حوالي 500 جنيه اللي هيبقى في ايد الطالب ده امكانياته متطوره جدا، مش وحش يعني، ولكن طبعا خاماته مش امريكاني. فانا بتكلم بس عشان الناس تبقى فاهمه انا بتكلم ازاي، عشان ما يجيش واحد يقول لي ازاي جهاز ب 5000 هتجيبه ب 500. لا، لان هنصنعه في مصر، هنصنعه في مدارسنا، هنصنعه بايد طلابنا ومدرسينا، وبعدين في نفس الوقت هنشتري من الشركات الموجوده على ارض مصر. هذا الحاسب اذا كان ثمنه 500 جنيه فبدل ما اسلمه للطالب كله وبعدين الاقي نفسي اديت مثلا هفترض لمليون طالب، طب ايه المانع ان انا اخليه يدفع نص ثمن الجهاز واسلمه ل 2 مليون طالب؟ يعني خدت بال حضرتك؟ في نفس الوقت يبقى الطالب دافع جزء من ثمنه ومحافظ عليه. في نفس الوقت انا عندي سبب تاني لهذا الفكر. الفكر ايه؟ ان معظم مدارسي بتتسرق بالليل، تيجي المدرسه تتفتح وتفتح منها اوضه حصل في اكتر من مش عارف الحاسبات وتروح مسروقه. حصل. فما بالك لما تعلق سبوره ذكيه في كل فصل، والفصل ما فيش، اذا كان الباب الحديد عن المعمل بيتفتح، فما بالك بفصل بابه خشب شباكه على الشارع. فالحاجات دي هتتشال بطبيعتها. لكن لما ادي هذا الحاسب للطالب هو هيروح بيه وهيجيبوه لي الصبح، يبقى انا خده هو بقى الحارس عليه، وبقى مهمته انه يحافظ عليه، لانه لو ضاع منه ولا هيجيب بداله. فاذا الفكر بتاعنا معالي الوزير، طب ده هيغنينا، معلش بعد اذن حضرتك، هيغنينا خالص عن الكتب، ولا هيبقى في كتب برضه موجوده مع الحاسب اللوحي بس يعني عددها محدود؟ في المرحله الاولى احنا مش هنستغنى عن الكتب كليا، ولكن بعد الخطه ما تستتب امورها اقدر استغنى عن الكتب فيما بعد. وبعدين هو ده التطور. وانا صحيح. هو حضرتك يعني كل الابحاث العلميه بتؤكد ان العمليه التكنولوجيه او التكنولوجيا التعليم لا تؤثر في انها يعني ايه، لا تزيد العمليه التعليميه بقدر ما انها تمتع الطالب فيزداد انتباهه. يعني انت حضرتك لما بتقدم على الحاسب لوحي والولد يعمل تكه كده بصباعه يقوم يقلب الصفحه، هي بتشد انتباهه فيزداد تركيزه، يبقى قدرته على التحصيل اكبر. انما هي في حد ذاتها لم تضف اليه بس بالتالي الكتب برضه تظل موجوده. افرض حضرتك هذا الجهاز حدث بيه عطل، فبالتالي الكتب ما اعتقدش ان احنا نستغنى عنها بالكامل، ولا ايه؟ يعني انا اعتقد ان احنا استغناء عنها بالكامل لن يكون الان. لن يكون الان. لكن احنا عايزين جيل جديد يتعمل من المعلم يعني. ومن التلامذه والى اخره. فانا ما اقدرش اقول انها هتتلغي دلوقتي. طب احنا معانا استاذه سلوى من المواطنين ليها سؤال عن الثانويه العامه. استاذه سلوى مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي. قالوا لو سمحتي انا كنت عايز اسال سعاده الوزير في حاجه. الوقت في النظام القديم اللي هو سنتين كان في فرصه للطالب ان هو يحول من علم الادبي او من ادب العلم حسب مجموعه اللي بيجيبوه في سنه ثانيه. لقطه جميله صحيح. الوقت ده كده ضاعت الموضوع ده. زائد في حاجه كمان عايز اعرف المواد العمليه اللي هم هيمتحنوها في الثانويه العامه في المدرسه دي عليها درجات ولا لا؟ داخله في المجموع ولا لا؟ زائد في حاجه ثانيه، احنا الكتب بعد التطوير هتطبع طبعا في وقت لاحق. هل هنلحق الكتب عايزينها تطبع في وقت فتره يعني سريعه بحيث ان الكتب المساعده تلحق تنزل؟ لان طالب الثانويه العامه بيبدا قبل بدايه الدراسه صحيح بفتره، يعني بنبدا من شهر 8. انا عندي السناتر بتبتدي قبل السنه الدراسيه. انا عندي اختها الكبيره ملاحظات ذكيه يعني عندي واحده حاليا في ثانيه ثانوي. فاحنا بادئين دراسه، بادئين الدروس من شهر 8. فانا دلوقتي لو الكتب مش متوفره وده لسه كتب الطالب والكتب المساعده مش متوفره قبلها من شهر 8، انا هنذاكر ازاي؟ وكمان في حاجه ثالثه، ان الفتره لما كانت انا كنت في الثانويه العامه وانا مهندسه، وكنت لما كنت مضغوطه في سنه واحده كميه تركيز الطالب ان انا اذاكر فيزياء وراها احياء وراها يعني فيزياء وراها رياضه اثنين بتنميتها وراها العربي في فتره قليله وكم كتب رهيب. والامتحانات بتبقى كانت يوم ورا بعضها على طول، يعني كانت شبه يوميه، كان الطالب يبقى مشتت. تمام يا مدام سلوى. اولادنا دلوقتي مش بالتركيز كمان بتاعنا اللي احنا كنا فيه، وكنا احنا بنضغط على نفسنا كده عشان تمام. احنا وجهه نظر حضرتك وصلت، وان شاء الله السيد الوزير هيرد عليها. هي طبعا اول حاجه اشارت اليها قبل ما نسلم لحضرتك الورقه والقلم، اول حاجه اشارت اليها ان لما كان في سنتين كان نسبه كبيره من الطلبه لما يجي المجموع قليل في العلمي علوم او رياضه بيقوم محول على الادبي كي ينقذ المركب يعني. طبعا يمكن هي في جزء ما سمعتوش في اول حلقه، انا قلت لو والله لو وافقوا هتبقى المقررات هي مش هنغير، فكده يمكن ده رد على لا الحقيقه انا عايز ارد عليها برضو.
انا اولا بشكرك انك قعدت صياغه السؤال لانك اتكلمتي وقلتي ان الولد لما كان بيتزنق في المجموعه كان بيضطر يحول. صحيح. اذا هي لم تكن رغبه حقيقيه، هو ده بقى السؤال. هي اضطراريه، رغبه اضطراريه. هو دخل علمي فلقى ان مجموعه قل لدرجتين 3 انه مش هيقدر يخش الكليه اللي كان عاوزها فيضطر يحول ادبي. اذا ده ما كانش بيعبر عن رغبه حقيقيه، يا اما دخل علمي وهي دي مش رغبته، يا اما انه بيحول ادبي وهي دي مش رغبته. علشان كده انا لما بعمل من سنه ثانيه علمي وادبي ويدرس كل المواد، خلاص هو هيكتشف شخصيته في خلال العلمي والادبي في السنه دي. وبعدين نيجي لحته التحويل بقى. حته التحويل، طيب لو عاوز يحول في السنه اللي جايه يحول ازاي من علمي الى ادبي ومن ادبي لعلمي؟ والله إذا كان الطالب، وده اللي ناقشناه، إذا كان الطالب يستطيع أنه في خلال الصف الثالث يدرس مواد سنة تانية مرة تانية المؤهلة لهذا، هو حر يختار. هتقولي لي طب ده أمر منتهى الصعوبة، وأقول وإذا كان منتهى الصعوبة يبقى أنا بحد من التحويل من العلمي إلى الأدبي والأدبي العلمي، لأني صح أن الاختار اختيارا واضحا منذ اللحظه الاولى. ولكن اذا كان لديه الامكانيات اهلا وسهلا بيه، مش هنقول له لا. عموما هو انا مش عايز اخرج بره الموضوع، بس انا اعلم ان هناك انزعاج من نسبه الادبي قدام العلمي. بالظبط كده، ودي هتعالج حته الادب والعلمي الموجوده حاليا باستقرار، هتعالج عمليه التحويل. وقتنا بيجري مع الوزير وعندنا كام نقطه كده وعاوزين اجابات يعني. نكمل بس على بقيه الاسئله بتاعت استاذه سلمى. هي ما اتجاوبتش كلها. مش كله يعني. طبعا هي قالت فكره ان هم بيبتدوا السناتر من شهر 8. وبالتالي الكتب مش هتبقى جاهزه. انا عايز اطمنها السنه اللي جايه لو اتطبق السنه اللي جايه هتطبق على سنه ثانيه ثانوي. وبالتالي انا كل الكتب اللي هنستخدمها في سنه ثانيه هي موجوده حاليا، ولكن بضخامه. يعني مثلا كتاب الاحياء كان بيخدم مرحلتين، هيخدم مرحله واحده بس. كتاب الفيزياء هيخدم مرحلتين، هيخدم مرحله واحده بس. كتاب الرياضيات كان هيخدم ثانيه وثالثه، فهيخدم ثانيه بس. فالجزء اللي هيستخدم منه موجود وما عندناش مشكله في الكتب، لان انا عندي زيادات في الكتب بالعكس هتهدر مني. يعني ما تقلقش، هي في سنه ثانيه. في سنه ثالثه هنكون عدينا المنهج الجديد. في حضرتك زي حضرتك قلت لنا في سبق اخر برنامج اسمه حصانه المعلم. طبعا التفاصيل عند حضرتك. يعني احنا بنسمع عن حصانه القاضي. انا حصانه المعلم مش عارفه ايه المقصود. حصانه في مجلس الشعب دي جديده، اللفظ جديد. هل اللفظ ده ليه اصل؟ في حاجه بتفكروا فيها بالنسبه لهذا الموضوع؟ هو بعض فئات المعلمين وهم محقين الحقيقه في ذلك لاحظوا ان في الفتره اللي فاتت كان في اهانات بتوجه الى المعلم. فبداوا يطالبوا بان هل للمعلم يجب ان تكون حصانه؟ يعني حصانه ادبيه على يعني هي يعني هو النوع يعني ما يصحش ولي امر يخش يهين معلم. صحيح. علشان المعلم مثلا ادى ابنه درجه اقل او ادى ابنه درجه اكبر وبتاع. يعني انا اتصور ان هو لو انه هو يدرس الموضوع بشكل موضوعي يعني، ويناقش ليه ابنه خد درجه اقل او ليه ابنه اتعاقب في المدرسه او بشكل جيد، ده افضل بكتير. بعض الناس بيقولوا ندي المعلم حصانه. اعتقد ان احنا مؤيدين للمعلم في ده، بس اعتقد مش في المرحله الحاليه. لما نقدر نعف المدرس عن انه يدي دروس خصوصيه، حتى يكون المعلم ساعتها مثل اعلى وقدوه لتلاميذه. زي ما كان يا فندم. طول عمرنا بنحترم اساتذتنا. وهناك الان من المعلمين من يفرضون ذلك على فكره. يعني في بشخصيه المعلم يستطيع ان يفرض ذلك على الطلاب وعلى الاسر وعلى اولياء الامور. بالنسبه لدخل المعلم والارتفاع بمهارات وقيمه المعلم، يعني احنا عاوزين نعرف اخر الاخبار بتاع الكادر الخاص. ايه اخر ليه مستجدات؟ يعني برضه المعلمين لسه طلباتهم، وسمعنا بعض النقابات المستقله. يعني طلعت كتير نقابات مستقله في الفتره اللي فاتت في حاجات كتيره، في بتطالب بتطوير العمليات التعليميه وموضوع الكادر. يعني سؤال مركب. هو موضوع الكادر في مجلس الوزراء من اكثر من شهرين، ولكن احنا لما جينا نناقشه كل التعديلات اللي تمت على الكادر اتوافق عليها، والقانون 139 اتوافق عليها في مجلس الوزراء، الا الناحيه الماليه. الناحيه الماليه حسبتها وزاره الماليه، وزاره الماليه لها طريقه للحسابات، فلقت انه هيتكلف حوالي 13.8 مليار جنيه. مليار اللي انا طالبه للمعلمين. فطبعا هم بيقولوا ان هذا الرقم يعتبر كبير جدا، ما يقدروش ينفذوه. فاحنا بدانا نتفاهم معاهم ان انتوا اولا ربما حاسبين بطريقه خطا، تاني حاجه احنا عندنا اليات ممكن نعملها، وهي 1 2 3، وبدانا نقدم لهم حاجات. تمام. فتخفض هذا المبلغ الى 8.5 مليار. واخد بال حضرتك؟ هذا الرقم ايضا ما زال ضخم بالنسبه لوزاره الماليه انها تدبره في ميزانيه السنه اللي جايه. فاحنا الان بنعيد الحسابات مع وزاره الماليه بضوابط معينه عشان نقول لهم احنا هنوفر في التربيه والتعليم ايه، وانتوا هتدونا ايه، عشان نقلل الفارق بحيث تعتمد وزاره الماليه. وزاره الماليه ليس لديها اي مانع
ورئاسه الوزراء ليست لديها مانع من التطبيق اعتبارا من 1/7 ان شاء الله، ولكن كل ما لدينا هو كيفيه تدبير هذا المبلغ، وهو ما نبحث عنه الان. ازاي ندبر مبلغ علشان نحقق للمعلم اللي هو عاوزه، وبعدين ازاي نقلل هذا المبلغ بقدر المستطاع او نقلل الفرق بين المطلوب المأمول للمعلم وبما استطيع توفيره انا في التربيه والتعليم. هتقول لي اوفره ازاي؟ مش هوفره من حاجه اساسيه، ولكن احنا في قانون الكادر الجديد مش هنمد للمعلم بعد كده الى 31/8. كان بيطلع معاش في شهر 10 يقوم ينتظر ل 31/8 التالي على ما يخرج معاش بحكم القانون بنص القانون 155. فاحنا هنلغي دي هتوفر تقريبا من 1.7 الى 2.5 مليار جنيه. هتبدا تطبيقه من امتى يا فندم؟ نعم، موضوع الغاء عدم بعد اعتماد بعد الموافقه على القانون، على التعديلات اللي صادره على القانون دي لسه يعني جاري بحثها. تقريبا هيبقى من 1/7 اللي جاي. من 1/7 ولكن لا تطبق بأثر رجعي، بمعنى أن من تم المد لهم إلى 31/8 القادم سيستمروا إلى 31/8، لكن اللي هيخرج على المعاش من بعد 31/7 واخد بال حضرتك؟ 31/7 السنة دي. أيوه فندم. من بعد اسف من 1/7 معلش انا بعتذر، من 31/6 1/7 2012 1/7 2012 اللي هيخرج على المعاش من بعد 1/7 هينطبق عليه القانون لو صدر القانون بتعديلاته. طيب سؤال انا سمعته، انا ما عنديش ثانويه عامه بس من وليه امر، كتب التقويم حضرتك هل هي بتبقى مدام ولي الامر دفع المصروفات المدرسيه طبيعي انه يستلمها مع الكتب زي الكتب، ولا هي بيتم شرائها من مكان اخر؟ لان انا بنتي ما كانت ثانويه عامه بندفع المصاريف كان بينزل لها كتب التقويم، فجاه لا ده مش حاصل، انتوا ما دفعتوش ده في المصاريف، انتوا لازم تروحوا تشتروها من حته ثانيه، وحضرتك تعلم مدى اهميه كتب التقويم. كتب التقويم الحقيقه كانت خارج المصروفات لانها كتاب لوحده بيطبع بطريقه معينه على نفقه الوزاره. في البدايه، ودي المشكله اللي انت يعني اللي الناس حاسه بيها دلوقتي. ما حسناش، ما كناش قبل كده محسوسه ليه؟ كنا بنسلم للمديريات الكميات، الكتب دي تتسلم كميات وهم يصرفوا منها للتلامذه ويوردوا ثمنها فيما بعد. فجاء من سنتين في 2010 صدر قرار من وزاره التربيه والتعليم بان لازم المديريات تدفع الثمن مسبقا. فاصبحت المديريه بتعمل ايه؟ بتلم الاول من الطلاب الفلوس، فبتجبرهم على الدفع الاول، وبعدين بعد ما تلم منهم تورد للوزاره وبعدين تستلم الكتب. فاحيانا عم بيتم ده يبقى الكتاب اتاخر، فده كان عامل مشكله. المشكله اللي حضرتك بتتكلمي عليها ان بعض المدارس زي المدارس القوميه، المدارس الخاصه، المدارس التجريبيه كانت بتجمع ثمن الكتب دي مع المصروفات مباشره وانت ما بتحسيش بيها وتسلمها لك فيما بعد. فهي كانت لها عده جوانب. احنا عملنا ايه السنه دي؟ اتفضل. من اول شهر 12 قلت لهم اتيحوها على شبكه الوزاره، على موقع الوزاره. اللي عاوز يخش يعمل لها داونلود وينزلها وخلاص على كده. بس كده خلاص. ده تصرف ظريف. بالاضافه للي عاوز ياخد نسخه ورقيه ما عنديش مشكله. طيب سؤال بقى عام، بذكر مشاكل التعليم والمدارس والمدرسين، ليه حضرتك المدارس التجريبيه والحكوميه في المستوى التعليمي والتدريسي تفوق وتتفوق على بعض لا يقولوا المدارس الخاصه، على بعض المدارس الخاصة اللي يمكن تكون مصاريفها كبيرة جدا وبتقدم لي مباني وبتقدم لي يونيفورم جميل واتوبيسات مكيفة؟ ليه؟ ده حتى يعني متفوقين الثانوية العامة من التجريبيات. عايز أعرف السر من وزير التربية والتعليم. بقينا نحسدهم خلاص، يعني أولياء الأمور بيحسدوا أولاد المدارس التجريبية في فكرة التعليم وتوصيل المعلومة والانضباط في التدريس انا مش عارف ده ما يبقى السؤال ده مدح لنا مدح. انا كنت اشكرك والله مدح يا علي الوزير. يعني انا كنت اقول حاجه مغايره. لو صح ما تقولين فهو تاج نحطه على دماغنا. ايوه المدارس فعلا، نجد المدارس لما نمشي كده ونبقى فوق كباري ونشوف مدارس حكوميه مش حتى تجريبيه نجد العمليه منضبطه، المدرس قاعد، التلاميذ ساكتين في اكتر من مدرسه الواحد شافها. يعني الحقيقه بس هتلاقي ناس بتخالفك الراي يا هبه. بصي حضرتك في ناس هتزعل منك دلوقتي. انا هقول لحضرتك على حاجه. اما كنت لان برضه الصوره مش ورديه، في مشاكل. مش ورديه. ما بقول هم عندهم مشاكل، مش يعني ايه، تعالى نحسبها معاك. حضرتك بتبقى ممكن تكون موجوده في المدارس الخاصه الرفاهيه ومفيش عمليه تعليميه جيده، لكن هناك مثلا يبقى الفصل فقير وتعبان والاولاد ظروفهم مش عارفه ايه، لكن التعليم تعليم ماشي، العمليه التعليميه ماشيه اكثر. طب قولي لي، ما بالك بقى هناك في ترفيه ومفيش تعليم؟ في بعض المدارس، بعض وليس الكل، هتلاقي لا ترفيه ولا تعليم. ما دي مشكله كبيره. اتفضل. يعني انا عايز، ما الخلاف في الراي لا يفسد ود قضيه. انا بختلف انا حتى انا وهبه في الحوار. انا اتمنى ان يكون ده واقع المدارس، ولكن الحقيقه قد تكون الصوره اللي حضرتك بتتكلمي عليها
صورة مشرفة جدا للوزارة، لأن نظام المتابعة المدرسية أيوة. لو طبق صح كل مدارسنا تبقى في مستوى هذه المدارس اللي حضرتك بتتكلم عليها. إنما للأسف إن في تهاون من بعض الناس في عملية المتابعة، بمعنى أن الموجه الذي يزور المدرسة لو قام بواجبه على أكمل وجه أعتقد أن المدرسة هتحترم جدا اليوم اللي بيزوروا فيها. وما دام كل مدرسه كل يوم بيزورها موجه، فهي النهارده مع الموجه الفلاني بتحترمه وبكره بتحترم الثاني والثالث والرابع، يبقى المدرسه هتبقى على مستوى جيد دائما. انما اللي بيحصل تهاون احيانا في المتابعات، وده بيخلي بعض مدارسنا سيئه زي ما بيقول الاستاذ خالد. بعض المدارس سيئه لكن بعض المدارس متميزه وبتؤدي واجب جيد، وده اللي انا لاحظته. قلت بعض مش كله. لا انا باكد حضرتك ان انا عندي مدارس تجريبيه بتفوق المدارس الخاصه. أيوة، ولكن رغم ذلك احنا مهمتنا ان احنا نستطرق هذا الامر بين المدارس بحيث كل المدارس تبقى سيان في تقديم الخدمه التعليميه. احنا الوقت باقي عليه دقايق، وانا مش عاوز اسيب حضرتك بصراحه غير لما نطمن على اجراءات امتحانات نهايه العام. ماذا عن استعدادات الوزاره بالاسلوب التقليدي انا بساله لحضرتك لنهايه العام؟ سؤال روتيني. والاحتياطات، بس هو سؤال روتيني ولكن مهم. احتياطات مواجهه ما يعكر صف الامتحانات في ظل بعض، انا بقول بعض حالات الانفلات الامني، لان احنا ما نقدرش ننكر ان الامن في الفتره الاخيره شد حيله وبدا يقف على رجليه، ومش هتكتمل الصوره الامنيه او المنظومه الامنيه غير بوقفتنا جنب الامن. خطه نقل الورق وتامين اللجان والحاجات دي. نختم البرنامج بقى بالكلام. انا عايز اطمن حضرتك، احنا ماشيين في الوزاره في خطى ثابته في هذا المجال. اللجان وضع الاسئله ما زالت شغاله، وفي بعضهم سلم وبعضهم لسه لم ينتهي، وخاصه الترجمات لم تنتهي بعد. عجلة الطباعة تبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم، وتبدأ الوزارة في طباعة الأسئلة والحفاظ عليها وتقسيمها إلى مديريات وما إلى ذلك. وضعت خطط أمنية مشددة بحيث تنقل الأسئلة بشكل جيد وتحافظ عليها بشكل جيد. تم إنشاء مراكز جديدة للأسئلة في بعض المحافظات لم تكن فيها مراكز أسئلة من قبل، كانت بتاخد من المحافظات اللي جنبها، أو مدن كانت بتاخد من محافظات بعيدة. فإحنا أنشأنا مراكز أسئلة جديدة فيها عشان تصلها الطيارة مباشرة بالورق وما بقاش في مشاكل. هننقل بالطيران وهننقل بالبر، وعمليات التأمين بالاتفاق مع القوات المسلحة والشرطة على أكمل وجه، وهناك استعدادات كاملة. وأنا عايز أطمن حضرتك عمليات توزيع المدرسين الملاحظين والمراقبين ورؤساء من داخل الوزارة ولا خارج؟ من داخل يعني ايه؟ يعني كان في استعناء من داخل المديريات نفسها. من داخل المديريات، بس يعني بنودي لاقرب محافظه أيوة. اذا كان ذلك ممكنا، واذا ما كانش فالمحافظه الطويله زي مثلا البحر الاحمر مفيش مانع اخد من اداره لاداره، لان كده بطبيعه الحال المسافات بعيده ومتراميه. لكن اللي انا عايزه لحضرتك الاجزاء دي كلها تمت على الحاسب، ولكن لم تخرج الى النور لان طبعا لها ميعاد خروج. انما الحاسب الالي شغال دلوقتي بيصنف الناس وبيراجع اوراقهم، وبنقبل من الناس الاعتذارات. اللي مش عايز يشتغل من دلوقتي بيعتذر، واللي عاوز يشتغل بيطلب مننا بيقدم اسمه. فاحنا عايزين نقول ان في شغل منظم وجهد الحقيقه يحمد للعاملين في وزاره التربيه والتعليم بامانه، لان طبعا انا قدت العمل ده السنه اللي فاتت، ويمكن لم اكن اشعر بحجم هذا الجهد الا لاني كنت رئيس الثانويه العامه السنه اللي فاتت. صحيح. طب كويس. عموما يعني احنا سعدنا بلقائك غدا ان شاء الله حضرتك هنعرف موضوع الثانويه العامه سنه ولا لا. اعتقد لو نوقش غدا يعني لو نوقش غدا، لكن مش مؤكد انه يناقش مش مؤكد، لانه هو على جدول اجتماعات المجلس بعد جمع 20 توقيع لاعضاء مجلس الشعب باعاده المناقشه تاني في موضوع تطبيقه امتى. يعني ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك في نهايه شرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا. شرفتنا، وبنقول طبعا كل الساده المشاهدين رأفة باولادكم، يعني خلوا بالكم منهم. الثانويه العامه مهمه وكل حاجه، بس بلاش نطحنهم، دول ولادنا. خليهم ياخدوا مش نهايه المطاف، الامور بهدوء. المستقبل مش حدش عارف هيكون فيه ايه، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وثانويه عامه يا رب هينه على كل اللي عنده ثانويه عامه. احنا بنستعد لاستقبال الفقره الثانيه وقراءه في المشهد السياسي. قبل ما نقابل ضيوفنا هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير. ماذا يريد المواطنون ان يتضمنه البرنامج الانتخابي لمرشحي الرئاسه؟